السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي تحديات المطبخ مع آية. فيديو النهاردة بيتكلم عن 3 وصفات لرحلة اليوم الواحد. أسهل 3 وصفات ممكن تعمليهم إن شاء الله بإذن الله. والسهولة في الوصفات دي إن هي بتتجهز من بالليل وبتدخل التلاجة، وبتبتدي تقلي او تحمري فيها الصبح وتعملي سندوتشات. لان دايما الرحلات بتحتاجي، بالذات لو فيها اطفال او كده، بتحتاجي ان انتي تاكلي سندوتشات وحاجات سريعة، ما تبقاش وجبات يعني تاخد وقت وكمان في الصيف يعني بتحتاجي ان انتي تاخدي سندوتشات اسهل يعني. فالمهم هندخل في الموضوع على طول. معانا النهاردة كيلو من اللحمة المفرومة، ونص بانيه ونص فراخ ستريبس. طبعا انا بقدم لك افكار، وانتي تختاري الحاجه اللي تناسبك، يعني ايه اللي بتحبيه او ايه اللي اولادك بيحبوه تعمليه. اول تتبيله هبتدي بيها هي تتبيله البانيه. هنا خدت 3 معالق دقيق، هحط عليها دلوقتي معلقه ونص نشا وزبدية. البانيه طبعا هو كان جايلي مع الاستريبس كده متقطع جاهز، بس تقطيعة الاستريبس ما كانتش عجباني قوي. بس يعني الحمد لله، يعني ان شاء الله المره الجايه اعمل الاستريبس معاكم بطريقه كامله. حطينا هنا بعد النشا بيضه. هي اكتر من بيضه، هو المفروض بيضتين يعني، بس فيهم بيضه اتكسرت فشويه كده لا قدر الله راحوا كده. فالمهم حطينا حوالي بيضه ونص هنا، وزبادي و3 معالق دقيق ومعلقه ونص نشا، وحطيت معلقه ملح ونص 7 بهارات ونص بابريكا وشويه فلفل اسود، وبقلبهم كده. بنزل بالميه زي ما انتوا شفتوا كده، والقوام زي ما انتوا شايفين بس، وبغطيها بقى وهدخلها التلاجة. تاني تتبيله معانا هي تتبيله الستريبس. بجيب ميه حوالي كوبايتين، تمام. وزي ما انتم شايفين كده معلقه ملح كبيره، نص كركم، نص كاري، نص جنزبيل، نص قرفه، نص فلفل اسود، نص 7 بهارات. وبظبط طبعا الملح. الاستريبس برضو زي ما انا قلت لكم، التقطيعه طبعا مش عجباني خالص، بس لا قدر الله مش افعل يعني. بنزله بقى في المية دي، تمام، وبغطيه برضو هدخله التلاجة. هنعمل مع بعض اللحمة. طريقة اللحمة دي انا عملتها قبل كده معاكم في فيديو منفصل، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه تحت. دي البهارات بتاعة اللحمة: معلقة كبيرة ملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة 7 بهارات، وحطيت نص جنزبيل ونص قرفة، وكمان حطيت دي مرقة فورية بوريها لكم، وكان في شوية زعتر كده صغننين كده حطيتهم، وبشرت جوز الطيب. الكفتة دي بتحب تتبل حلو كده، بيبقى طعمها جميل. زي ما قلت لكم انا عملتها معاكم في فيديو قبل كده، يعني حتى انا ما جبتش طريقة آليتها هنا، لان انا عاملة فيديو كامل ليها. الكفتة دي انا بعتمدها في اي عزومة او كمان، لان هي لما دي كفتة مقلية بتبقى مريحة، كمان في السندوتشات بتبقى حلوة قوي. لان مش اي كفتة بتنفع انك تاخديها معاكي في الشارع او كده، بالذات كفتة الحاتي او كفتة البطاطس اللي بتتحط تحتها بطاطس. هبقى اعملها لكم برضو في فيديو تاني. المهم هنا بشرنا بطاطساية دي مسلوقة، متوسطة كده الحجم، لان ده كيلو من اللحمة. كمان حطيت بصلتين هفرمهم دلوقتي معاكم كده، معلقة بيكنج باودر، وبحط في العجينة بيضة. يعني بتمسك لما بتيجي تدعكي كده اللحمة ببعضها بتدي طعم حلو، بتنفخ اللحمة برضو مع البيكنج باودر، بتبقى الكفتة طعمها مميز يعني. هنحط هنا البصلتين مش كبار قوي زي ما انتم شايفين، وقرن فلفل شطة للي يحب، واربع 5 فصوص توم، وواحد فلفل رومي. هفرمهم الاول في الكبة عشان يتفرموا فرم ناعم، انا عايزة الفرم ناعم قوي. بعد كده انا مقطفة كده كزبرة وشبت وبقدونس. انا بعمل الكفتة دي بسرعة معاكم، علشان عملتها قبل كده مفصلة بالظبط بنعملها ازاي. هفرم برضو هنا، تمام، وارجع بقى ايه، يعني اخلي اللحمه كلها تتجانس كده مع بعضها. حابه تدخليها في الكبه وتلفيها اوكي، مش حابه انا بعملها بايدي. هنا اللحمه انا عملتها، عاوزه اقول لكم ان انا يعني بعتذر لكم ان انا ما نزلتش منظر السندوتشات في الاخر، لان حصل موقف مش حلو. طلبت فينو، والفينو اللي جالي ما كانش طازه،
واهم حاجه في السندوتشات دي ان الفينو يبقى طازه. فبعد ما حشيت كذا سندوتش لقيت الفينو كده بيقشر ومش حلو، فاتضايقت جدا. فبصراحه خدت بعد ما حمرت الكفته وحمرت البانيه والستريبس، اخدت كل صنف في علبه، واخدت معايا بقى مقص اللي انا هفتح بيه بقى السندوتشات وابتدي احشيها. فبصراحه يعني بعتذر لكم ان انا ما جبتش المنظر النهائي، بس انا عملت اهو زي ما انتم شايفين كده. التتبيلات، كل التتبيلات دي دخلت التلاجة. الكفتة هقولك على طريقة حلوة قوي ليها، تبقى سريعة معاكي وما تبهدلكيش. هنا جهزنا طبعا ده للكفتة دقيق وبقسماط وبيض. هنحط على البيض معلقتين لبن وفلفل اسود وملح. الكفتة ممكن تصبعيها كده وهي لحمة، ما تكونش اللحمة. انا بحب ادخلها التلاجة ليه؟ عشان تمسك، ولما اجي اصبعها ما تبقاش صعبة شوية. اما اجي احطها في الدقيق تقعد تعجن بقى في ايدي وفي البقسماط، لا انا بصبعها كلها. انا اهو طلعتها الصبح كان بدري من التلاجة، ده كان تاني يوم الصبح. البقسماط العيش الفينو اللي جنب البيت ده انا طحنته للبانيه وكده، يعني يبقى زيادة عندي عشان البقسماط ما كانش كتير. هنا انا صبعت الكفته كلها على الصينيه الفاضيه دي ودخلتها الفريزر قبل ما انزلها في الدقيق وفي البقسماط. انا بس بوريكم واحده بس، لكن انا عملت كده يعني صبعتها اهي. ما بتصبعيش الكفته دي تخين، بتبقى على قد الاربع صوابع كده بالطول، تمام. وما بتصبعهاش تخين لانها بتتخن لما بتنزل في البيض والبقسماط والدقيق. فانا بصبعها كلها على صينيه وبدخلها الفريزر، بحيث انها تمسك شويه. لما تيجي بقى تحطيها في الدقيق وفي البيض وفي البقسماط مش هتضايقك، هتعمليها بسرعه وهتبقى سريعه جدا معاكي. تمام. انا بس عملت معاكم صابع واحد، وده شكله في النهايه. تمام. وبرضو ما جبتش طريقه قليتها علشان انا قليها معاكم بتركاتها واحده واحده، يعني في الفيديو من كذا فيديو كده. وده كان منظرها في الاخر. انا عايزه اقول لكم الكيلو عمل حوالي 90 صباع. تمام. هي موفره جدا وحلوه جدا وطعمها جميل جدا. جربيها مش هتندمي. تمام. هنا بقى هنبتدي نعمل عملت نوعين سلطه، مش سلطه، صوصات يعني. هنا ده كابتشو غسلته، عصرت على الكابتشو نص ليمونه. معلش اعذروني، هنا كان شويه مايونيز صغيرين قوي في التلاجة فقلت احطهم معاكم وانا نازله بقى اشتري. ده كده عملته وحطيته في علبه وغلفتها ودخلتها التلاجة، هاخدها زي ما هي معايا. بس عصوري على الكابتشو ليمون، وحطي مايونيز بقى كتير. الصوص ده او النوع ده من السلطه لساندوتش البانيه والستريبس، بنحب نحطه كده ونقطع البانيه او الستريبس بالمقص كده في الساندوتش وبيبقى طعمه حلو. النوع التاني ده بصل احمر بسماق ببقدونس بس كده، وبرده حطيته في علبه في التلاجة. تتبيله بقى او ده الستريبس، حطينا هنا كوبايتين دقيق وحوالي 3 معالق نشا بالظبط، لان ده نص كيلو بس من الاستريبس. ونفس التوابل اللي حطيتيها في الميه اللي هي نزلت على خلطة الاستريبس، هي بس ربع معلقة من كل حاجة، ربع معلقة. وطبعا مرقة فورية، على فكرة بجيبها سايبة من عند العطار. وحطيت شوية ملح. هنا بقى طلعت الاستريبس برضو تاني يوم الصبح اهو. طلعته هنا هصفيه وهنشوف مع بعض بقى هنعمله ازاي. هصفيه كده من المية بتاعته عشان ده هينزل في الدقيق. ويا ريت تعملي في علبه زي ما انا عامله كده بغطا عشان ما تبهدليش الدنيا. السلطه دي بس انا كنت بوريها لكم، لكن انا حطيتها في علبه مغلفه هاخدها معايا ودخلتها التلاجة. يبقى كده نوعين، وهناخد معانا طبعا مايونيز وكاتشب. ده اشتريتهم بقى وانا نازله. ده مكعبات من التلج كنت مجهزاها في التلاجة، هنزلها على المية دي اللي هي كان منقوع فيها الاستريبس. في ناس بتحب تجيب مية عادية وتلج، يعني بيبقى مية بتلج مش نفس المية اللي كان منقوع فيها الاستريبس، بس انا بحب اعمل كده يعني. بحب اجيب كمية من التلج واحطها على نفس مية التتبيلة. ولما اجي اسقط الاستريبس كده في الدقيق بالتوابل بتاعته، ارجع تاني احطه في نفس المية اللي كان بيبقى طعمه حلو قوي، يعني بيبقى مليان توابل كده وطعمه جميل. فهناخد كده شويه. بصوا التقطيعه كانت مش لذيذه قوي، بس يلا الحمد لله. فالمهم غطيت هنا وببتدي بقى ايه، يعني ما بحطش ايدي خالص بصراحه. هو كده بالطريقه دي بيبقى الطف وما بيبهدلش الدنيا. بس بطلعه بقى احطه في الميه، وبعد الميه برجعه تاني في العلبه وبرجه برضو، وبعد كده بحطه في مصفى. لازم قبل القليه يبقى الاستريبس في مصفى، علشان ما يبقاش مليان دقيق كده وهو بينزل كده في الزيت. وبعمله مرة واحدة، ما بعملوش اكتر من كده. كان طالع مقرمش جدا، وكان طالع يعني في نفس الوقت مقرمش وطري، وكان
هتشوفوا معانا شكله. طبعا انا هنا وريتكم يعني عملت لكم مره كده من الستريبس، وبرده هوريكم البانيه برضو هنزله، بس بطلعه من التتبيله بتاعته وهنزله في البقسماط عشان هبتدي لما اروح بقى على القليه هقلي مره واحده. تمام. آم، اهم حاجه بقى ان انتي معايا في الفيديو ولسه ما اشتركتيش، انزلي بقى اشتركي لو عجبك الفيديو عشان يوصلك مني كل وصفاتي. ده البقسماط. انا طحنت شويه كده اللي هو الفينو اللي شفتوه معايا، طحنته بيبقى طعمه حلو قوي في البانيه بصراحه، احسن من اللي بشتريه من بره. ودي واحده كده انا بطلعه بس من التتبيله دي، بحطه كده في بوريكم. هنا الزيت، مش عارفه اللقطه دي راحت فين، بس هنا الزيت اول ما بيسخن بتنزلي بتنزلي بالستريبس. قلت احمر الاول كده الستريبس معاكم بما اني اول مره اعمله في القناه. ما بياخدش وقت كتير على النار، دقيقتين بالظبط. انا هنا كنت هديت شويه بس ورجعت عليت بسرعه، ايه، علشان بس كنت حابه اوريكم بس اللون انا بطلعه شكله عامل ازاي. كان طالع مقرمش جدا. برضو كالعادة بقى لما بكون مشغولة بنسى خالص يعني اوريكم صوت القرمشة او كده، بس انا كنت مستعجلة جدا في اليوم دوت. كده هو طلعت معاكم جزء كده من الاستريبس، هبتدي اعمل طاسة كمان. وكنت بحمر الكفتة في الناحية التانية. تحمير الكفتة ما بياخدش وقت، بس حابة اقولك الكفتة دي فيها بيض. فحاولي ان انتي لما تحمري الكفتة النوع ده من الكفتة تبقى الطاسة يعني طاسة كبيرة عندك واسعة. واول ما بتنزلي بالكفتة بيبقى الزيت سخن، بعد كده بتخلي النار بتاخد متوسطة وقتها، وهكذا طول ما النار متوسطة ولا الزيت يفور منك ولا الكفتة تتلسع منك. عايزه اقول لكم ان الاكل ده الميزه اللي فيه ان لو الجو حر جدا فالاكل اللي هو المقلي ده بيبقى كويس، يعني لو قعد حتى طول اليوم. انا عايزه اقول لكم جبت ده شكل البانيه بقى، حبيت اوريكم كده وانا بقليه. تمام. كان لونه حلو قوي، البقسماط كان طعمه جميل. يعني البقسماط لما بيكون حلو او انتي طحناه او جايباه من حد انتي ضمناه طبعا البانيه بتاعك بيبقى كويس. زي ما اقول لكم كده السندوتشات دي كانت كويسه عشان يعني تستحمل الحر. ادي شكل الكفته والبانيه وكنت بقصقص كده بالمقص وحشي لكل واحد السندوتش بتاعه. عشان طبعا كان نفسي اوريكم المنظر العلبه اللي انا كنت حابه اخدها، بس وانا جبت العيش بقى في الطريق والمايونيز والكاتشب حصل خير بقى. وحبيت بس اوريكم افكار وانتي خدي الفكره اللي تعجبك. يا رب الفيديو يكون كان خفيف عليكم. ما تنسوش اللايك والدعم، واشوفكم في فيديو جديد.